أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ضربت عاصفة رملية شديدة المناطق الجنوبية من منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم بشمال غرب الصين يوم الثلاثاء الماضي، حيث التقط سكان مقاطعة ونسو على حافة صحراء تاكلمكان مقاطع فيديو التقطت جدارا رمليا يبلغ ارتفاعه حوالي 100 متر على طريق محلي سريع، وبمجرد اصطدام المركبات بالجدار اقتصرت الرؤية على أقل من 100 متر، مؤثرة على عدة مناطق وأقاليم في غربي وشمال غرب الصين. كما تسببت العاصفة في حدوث عرقلة كبيرة في حركة المرور اليومية وإغلاق لبعض الطرق الرئيسية. وقالت هيئة الأرصاد الجوية المحلية إن العاصفة الرملية بدأت في الهدوء اعتبارا من البارحة مع تحسن تدريجي في حالة الطقس. هذا وقد صرح المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية بأن الصين شهدت عواصف رملية أكثر تواترا هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، وعليه فإن الجولة الأخيرة من العواصف الرملية التي اجتاحت البلاد أثرت على أكثر من 20 منطقة تقريبا على مستوى المقاطعة الشمالية والغربية والشمال الغربية حتى يوم الخميس الماضي. وعليه شهدت الصين 8 جولات من الطقس الرملي والعواصف الغبارية منذ بداية العام الجاري، أي أكثر من أي عام آخر خلال العقد الماضي. ننتقل معكم إلى حالة الطقس المتوقعة لبقية أجواء شرق آسيا، حيث يعود انتشار السحب الماطرة بغزارة كما تلاحظون في اليابان ومع 22 درجة مئوية، وتبقى الأجواء مشمسة في سول وبيجين ومع 27 درجة. تتشكل مجموعة من السحب الركامية في سماء شنغهاي ومع 21 مئوية، ولا تتعدى أواسط العشرينيات في هونغ كونغ ومع طقس ماطر. عدا ذلك تتلبد السحب الركامية أيضا في بانكوك وتهطل الأمطار الرعدية في هانوي وهاشيمني ومع 35 درجة. تعود الأجواء العاصفة الماطرة بغزارة بالتأثير على أجواء الفلبين ومع 33 درجة مئوية في مانيلا. إلى شبه القارة الهندية، حيث الأجواء مشمسة دافئة في نيودلهي ومع ارتفاع في درجات الحرارة قد تتخطى حاجز 40 مئوية في اليومين القادمين. وتبقى الأجواء غائمة في كراتشي مشمسة في مومباي ومع 34 درجة. تستمر السحب الماطرة الرعدية بالسيطرة على أقصى جنوب الهند وفي سريلانكا ومع 28 مئوية متوقعة في كولومبو. إلى أستراليا، حيث تسطع الشمس مجددا شرقا على ساحل بريسبن ومع 22 درجة، وتتفرق السحب الماطرة جنوبا في سيدني وكذلك في ملبورن وأديلايد ومع 8 درجات مئوية متوقعة ليلا. الأجواء غائمة على طول السواحل الجنوبية الغربية وصولا إلى ألباني وبيرث ومع تهيئ الفرص مجددا لسقوط الأمطار، وبالتالي مع 25 درجة مئوية. نصل معكم إلى أجواء قارة أفريقيا، حيث الأجواء مشمسة مستقرة في مصر ومع درجات حرارة تعود الاعتدال مجددا نهارا، لتصل الحرارة العظمى غدا في القاهرة إلى 28 درجة، بينما ترتفع بشكل ملموس جنوبا في الخرطوم إلى 42 مئوية ومع سطوع للشمس. تعود الأجواء الغائمة بكثافة بالتأثير على سماء ليبيا والجزائر وعلى سواحل المغرب الشمالية، بينما تهطل الأمطار الغزيرة في سماء تونس ومع درجات حرارة معتدلة بشكل عام خلال ساعات النهار، عدا طرابلس متجاوزة منتصف الثلاثينات مئوية. كان هذا ما لدينا، إلى اللقاء.